شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الاعتناء بالقرآن، كيف لا وقد أنزل القرآن في رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونزل القرآن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، نزل في بيت العزة من السماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، ثم نزل منجما مفرقا على حسب الأحداث والوقائع في مدة 23 سنة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن. فوالذي نفسي بيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان في العام الذي قبض فيه أن جبريل دارسه القرآن مرتين، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهدي الاعتناء بمدارسة القرآن وحفظه وتلاوته وتدبره في رمضان. ولذلك اعتنى السلف بالقرآن في رمضان، فقد روي عنهم في ذلك عجبا. روي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان إذا جاء رمضان يقول: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وكان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا أقبل رمضان ترك مجالس الحديث والفقه وأقبل على القرآن. وكان سفيان الثوري يترك كل شيء ويقبل على القرآن. وكان الأسود يختم القرآن في كل ليلتين مرة. وروي عن الشافعي أنه يختم في كل ليلة مرة. وعن قتادة كذلك كان في العشر الأواخر يختم كل ليلة مرة. وذكر النووي عن جمع من السلف أنهم قالوا ذكر عن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في ركعة، منهم عبد الله بن عباس، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم سعيد بن جبير وغيرهم من السلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تدبر القرآن وقراءته في رمضان. وصلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد.